السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اهلا بكم في قناتي وقناتكم اسرار حياتنا لكل المواضيع اللي بتخص الحمل والولادة. برحب بكم في كل مكان وفي اي مكان، من وجودكم منورني ومشرفني. ما تنسونوش طبعا في اللايك تحت الفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. النهارده انا هقولك ايه هي الافرازات اللي في ايام التبويض اللي تعرفك ان انت حامل، ولو عندك الافرازات سميكة او الافرازات مطاطية ازاي تفرقي ان دي افرازات بتدل على الحمل او افرازات بتدل على التبويض. ولو انا بينزل عليا مثلا افرازات في ايام الدورة في ايام التبويض افرازات مائية دي ايه، ولو افرازات مطاطية ايه نظامها. تمام، انا حابه ان انا في الفيديو ده ان انا اتكلم بوجه عام، لان في بنات كتير بتحتار وبتبقى مش عارفه هي يا ترى في ايام تبويض هي ايه سبب نزول الافرازات دي، ليه انا بينزل عليا افرازات كتير في الوقت ده، وازاي اعرف ان انا في وقت تبويض ولا انا التبويض خلص. ده كله انا هقوله لكم في الفيديو بتاع النهارده، فاسمعيني في الكلمتين اللي انا هقولهم دول عشان تقدري تفرقي بنفسك وتعرفي التغيرات اللي بتحصل في الجسم دي معناها ايه، من غير ما تبقي محرجه ان انت تسالي حد فيها. تمام، اول حاجه انا هتكلم عن الافرازات اللي هي بتكون في بدايه التبويض. مبدئيا كده عشان نكون بس على نور، تمام، ايام التبويض بتبدا معانا من اليوم العاشر من الدوره لحد اليوم ال18. هما 8 ايام 8 ايام لو دورتك منتظمه كل 28 يوم او كل 30 يوم. طيب لو انا دورتي ازيد من كده كل 35 يوم كل 40 يوم، يبقى هيطول معايا ايام التبويض شويه لحد اليوم ال 22 او 23 من اول يوم للدوره. تمام. طب لو انا دورتي منتظمه، لو انا دورتي كل 28 يوم او كل 30 يوم، يبقى زي ما انا قلتلك تبداي تلاحظي من اليوم العاشر من اول يوم للدوره لحد اليوم ال15. دي الفتره اللي بتكوني فيها اكثر خصوبه. ماشي، بغض النظر بقى عن بقيه الايام، لان انا كنت بقول لكم ايام التبويض بتبدا من اليوم العاشر لحد اليوم ال18، لكن الايام اللي بتكوني فيها اكثر خصوبه هو بدايه من اليوم العاشر لحد اليوم ال15. تمام. طيب لو انا دورتي بقى يعني مش عارفه نحددها، بنخصم 14 يوم من المده بتاعه الدوره. يعني لو الدوره بتجيلي مثلا كل 40 يوم بنخصم منهم 14 يوم، يبقى ده يوم التبويض عندي. لو الدوره بتجيلي كل 35 يوم بنقص منهم 14 يوم، يبقى ده يوم التبويض عندي. تمام، ده بس عشان ايه نكون موضحه لكم الفكره، سواء كان دورتك منتظمه او غير منتظمه. في الفتره دي بقى بنراقب الافرازات. تمام، الفتره دي طبعا اي حد في الفتره دي بتكسر عليه الافرازات. لو بيجيلك الافرازات دي في البدايه بتكون عباره عن ايه؟ اولا كده الافرازات الطبيعيه في البدايه اللي هي افرازات التبويض بتكون بتمط معاكي 2 سنتي. تمام، وبعد كده بتزيد معاكي لحد 3 سنتي، بعد كده بتزيد زي الصوره اللي قدامك اللي على اليمين دي لحد 5 سنتي. طيب خلينا بقى ناخده نقطه نقطه. اول ما بتكوني في مرحله الخصوبه المنخفضه، اللي هو انت لسه في بدايه الخصوبه، لسه في البدايه، بيبدا يمط معاكي الافرازات دي، تمط معاكي مطه بسيطه جدا، ما تمطش اكتر من كده، تبقى حوالي 2 سنتي مطه. 2 سنتي انت كده لسه خصوبه منخفضه. تمام، ممكن يحصل حمل، ما فيش مشكله، بس هيكون حملك في بنت. طيب لو وصلت معايا 3 سنتي خصوبه مرتفعه. طيب لو وصلت معايا 5 سنتي، تاني يوم هيكون يوم نزول البويضة عندك، دي اسمها خصوبة عالية. تاني يوم بيكون بتتحول لمية شفافة وبتكون نزلت البويضة. يبقى انا في الحالة دي بقدر اراقب الافرازات. لو مطة صغيرة 2 سنتي كده، مطة بسيطة، بيكون انا لسه في خصوبة منخفضة. لو انا بعديها بحوالي يوم او يومين هتلاقيها زادت معاكي المطة ل5 سنتي، انا خصوبة مرتفعة. تمام، بعديها بيوم او يومين بالكتير هتلاقيها اتحولت لمية شفافة، ده بيكون يوم نزول البويضة، وهو ده اليوم المناسب للحمل في ولد. طيب لو انا بقى جيت مثلا عايزة اسهلها على نفسي، بشوف دورتي بتيجي كل كام يوم. لو انا دورتي بتيجي كل 28 يوم، من الدورة دي للدورة دي 28 يوم، يبقى انا الجماعة لو انا عايزة حمل في ولد يحصل في اليوم ال14 اللي هو نص
المدة، نص ال 28 كام؟ نصهم 14، يبقى يحصل الجماع في اليوم ده. لو انا بتجيلي كل 30 يوم يحصل في نص المدة اليوم ال 15. تمام. طيب لو انا بتجيلي بقى كل 35 يوم هننقص 14 يوم من 35 ويبقى ده اليوم اللي يحصل فيه جماع عشان الحمل في ولد. طيب لو انا بقى جيت بعد ايام التبويض وعايزه اعرف ايه هي الافرازات اللي بتدل على الحمل، يعني خلاص بقى خلصت ايام التبويض وخلصت الوقت اللي هو فيه الافرازات ده، وفي ناس ساعات بتقول ايه ده يعني حاجه مش طبيعيه، وانا كده مريضه ولا لا؟ دي حاجه طبيعيه جدا. ده بيدل على جودة التبويض عندك، ان انت يكون عندك افرازات بكثرة، ده بيدل على جودة اهم حاجة ما يكونش فيه هرش، ما يكونش فيه حكة، ما يكونش فيه التهابات. تمام. لكن طول ما فيه افرازات بتنزل ده طبيعي جدا، ودي حاجة امر طبيعي عند جميع الناس. حلو الكلام. طيب نيجي بقى للافرازات بقى اللي بتدل على الحمل. ايه هي الافرازات اللي بتدل على ان انا هبقى حامل؟ ان انت بتبدأ تنزل عليكي الافرازات المائية دي، تلاقيها بقى من بعد اليوم ال 18 من الدورة بتنزل عليكي كتير جدا. تمام. تلاقي بتنزل عليكي افرازات بكثرة لدرجة ان انت ممكن تفكري ان الدورة جاتلك، تدخلي التواليت مثلا تطلعي تلاقي ان مفيش حاجة، يعني افرازات بس ما فيش دوره وما فيش حاجه. فبتلاقي ان بينزل عليكي افرازات مائيه بكثره، ودايما بيكون نزول افرازات بكثره بعد ايام التبويض ده علامه بتدل على الحمل، بعكس جفاف المهبل بنسبه كبيره ما بيكونش فيه حمل، ولكن بنسبه بتختلف من ناس لناس، ولكن انا بتكلم على الاغلبيه. ان لو بتنزل عليكي افرازات بكثره تمام بعد ايام التبويض ده علامه حمل. لو الافرازات بسيطة او جفاف عندك كده بنسبة كبيرة مفيش حمل. بتكون افرازات مائية او افرازات عاملة زي الحليب، زي لون الحليب. تمام. طيب وساعات الحمل سبحان الله بيصاحبوا التهابات، ففي ناس بتبقى عندها شوية التهابات كده بعد ايام التبويض وتطلع ان هي حامل، لان ساعات الحمل بيصاحبوا شوية التهابات. تمام. وربنا يا رب يفرحكم جميعا، بس خلي بالكم لو انتوا عندكم التهابات لازم تعالجيها في اسرع وقت، لان الالتهابات بتاخر الحمل. يا رب يفرحكم جميعا، يرزقكم من ذريه صالحه عاجلا وليس اجلا، ويجعل لي دعوه مستجابه لكم. ما تنسونيش من صلاح دعائكم لايك شير اشتراك في القناه مع تفعيل الجرس. اترككم في رعايه الله واترككم في حفظ الله، دمتم بالف صحه سالمين عافيين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.